الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن فرانك الفرنسي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا فرانك الفرنسي. ناس كتير جدا معاها عملات أجنبية ومش عارفة ايه اللي بيكون مطلوب ولا التاريخ اللي فيه خطأ السك. واضح كده ده الفرنك الفرنسي. بالنسبة لفرنك الفرنسي عامة بيكون 1 فرنك التاريخ فيه 1960 زيرو الصغير، وفي 1960 الزيرو الكبير. طيب اللي بيكون مطلوب ايه؟ اللي بيكون مطلوب وهو الزيرو الكبير. طيب اشمعنى الزيرو الكبير وما يكونش الزيرو الصغير؟ الزيرو الكبير ده تاريخ خطأ سك. يعني ايه تاريخ خطأ سك؟ يعني بيكون اصدر منه كمية قليلة جدا وتم سحبها، وتاريخ اللي هو 1960 ده تاريخ برضو نفس التاريخ اللي هو بتاع 1960، ولكن في زيرو صغير وزيرو كبير. الزيرو اللي هو الصغير ده فيه منه كمية كبيرة جدا، ودي اللي متوفرة مع كل الناس، ولكن التاريخ النادر جدا بيكون 1960 الزيرو الكبير. عشان ناس كتير جدا سألت على الزيرو الصغير ومش عارفين ايه الفرق ما بين ده او ده. اللي بيكون مطلوب هو 1960 الزيرو الكبير. طيب الناس اللي معاها عملات وعايزة تبيعها ايا كان نوع العملة، سواء كانت معدنية او ورقية، عربية او اجنبية، عندك اكتر من طريقة تقدر تبيع من خلالها اي عملات عندك. اول طريقة وهي تطبيق اوليكس. تطبيق اوليكس تقدر تبيع من خلاله اي عملات عندك، بتصور عملاتك وتعمل اعلان خاص بيك وتسيب رقم للتواصل. وحابب انك تحدد السعر عادي خالص، حدد السعر. مش حابب انك تحدد السعر ويجيلك سعر كتقييمات، عادي برضو. الطريقة التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. بتدخل برضو تنضم للجروبات ديت وتصور عملاتك وتبدأ تكتب بيانات العملات مظبوط وتسيب رقم للتواصل. وبرضو حابب انك تحدد سعر، عادي حدد السعر. مش حابب ما تحددش السعر ويجيلك السعر تقييمات. طيب اللي معاه العملات نوادر زي مثلا فرانك الفرنسي اللي بنتكلم عنه دلوقتي، ده سعره بيكون من 5000 جنيه فيما فوق، يعني بيعمل 5000 او اكتر حسب الحالة اللي موجودة معاك. بس اهم حاجة تكون الزيرو الكبير تاريخ 1960 الزيرو الكبير، ده سعره كويس جدا. طيب اللي معاه عملات اللي هي النوادر وحابب ان هو يعرضها في مزاد علني، هنعمل الكلام ده فين واحنا في مكاننا؟ تبدأ تتجه لجروبات الفيسبوك برضو للعملات القديمة في مصر وتصور العملة النادرة اللي معاك وتبدأ تعمل المزاد بتاعك عادي خالص. حابب تبدأ المزاد بكام وانت عايز تبيع بكام، والحاجات دي كلها بتعملها على الإعلان، وتخلي المزاد بتاعك متاح لمدة 48 ساعة، عشان 48 ساعة مدة كافية جدا لكل الأعضاء إن هم يشاركوا في المزاد بتاعك. لكن الناس اللي بتخلي المزاد بتاعها لمدة 24 ساعة هي مدة غير كافية جدا، لأن الناس كلها تقدر إن هي تشارك في المزاد بتاعك. زي ما قلنا، الناس اللي معاها العملات الأجنبية تفرزها كويس وتطلع الشكل ده اللي هو فرانك فرنسي، وتطلع تاريخ 1960. أهم حاجة يكون الزيرو الكبير، ده سعره كويس جدا. لكن الناس اللي معاها الزيرو الصغير ملهوش أي قيمة
حاليا اللي حابب ان هو مثلا يبيعه بيكون سعره رمزي، واللي بيشتري اللي هو الزيرو الصغير بيكون حافظ حابب يحتفظ بقيمة العملة دي. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا باللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.